صباح الخير يا جماعة. عايز اتكلم على النادي الاسماعيلي اللي تم ازاحته بالعافية وبالقوة والبلطجة من مكانته كضلع ثالث من اضلاع مثلث كرة القدم المصرية، ووضع بيراميدز مكانه بالعافية الا جماهيري عشان تسييس الكورة وتبقى اهلي وزمالك بس. الدوري المصري بقى السنة الجاية جميل جدا، كوميديا السنين. عبارة عن 20 فريق، 20 فريق، 17 فريق منهم عمرهم ما خدوا دوري. يعني فعلا دوري جميل، يعني اجمد دوري في العالم. يعني 20 فريق، 17 فريق منهم عمرهم ما خدوا دوري. هو الاهلي والزمالك وغزل المحله اللي هو شركه خدها كده مره سنه 73 تقريبا، يعني في ظروف الحرب وكده. المهم، النادي الاسماعيلي دلوقتي بيتكلموا في ايه؟ هو رافع قضيه، محامي في محامي عضو جمعيه عموميه في النادي الاسماعيلي رفع قضيه في الفيفا والمحكمه الرياضيه اللي هي الكاس، يطالب بايقاف النشاط الكروي في مصر عشان تدخل الحكومي في الرياضه، وان حتى الدوري اللي فات ده كان واللي قبليه ما كان فيهوش تكافؤ فرص. اللي فات ده ان هو بيلعبوا الفرق كلها في الاول، وبعد كده ايه ينزلوا الفرق، اغلى تلتين الفرق تحت تلعب على الهبوط. فما فيش تكافؤ فرص، ما فيش تكافؤ فرص. يعني هما ما بيلعبش رايح جاي. انا ما بلعبش مثلا الاسماعيلي، ما بلعبش الاهلي والزمالك رايح جاي، الزمالك رايح جاي، ما بيلعبهمش رايح جاي، رايح بس. فده ما فيهوش تكافؤ فرص. ودلوقتي بيفكروا بقى ايه، لان الموضوع ده ممكن يؤتي ثماره ان النشاط الكروي في مصر يقف. ربنا كبير، يعني اكبر من الكل يعني. لما النتيجة تطلع اخر شهر 8 تقريبا ان شاء الله باذن الله، يعني بعد الدوري ما يبتدي. آه، حكم المحكمة هيطلع بعد الدوري ما يبتدي. الاسماعيلي بيفكروا يعملوا معاه دلوقتي، يعملوا معاه الدنيئة. الدولة تعمل معاه الدنيئة اللي هو ايه بقى؟ طبعا الدولة ممثلة في المسؤولين عن الرياضة المصرية، وزارة الشباب. يعني عايزين يخلوا في شركة ترعاه، شركة مصرية ترعاه. طب دلوقتي ليه شركة مصرية؟ احنا بنطالب بمستثمر خليجي هو اللي يرعى النادي الاسماعيلي، او شركة استثمار خليجية هي اللي ترعى النادي الاسماعيلي. ليه؟ يعني اماراتية، قطرية، سعودية كده يعني. ليه بقى مستثمر خليجي او شركة استثمار خليجية؟ لان الشركة المصرية حضرتك هتبقى خاضعة للدولة. يعني يقولوا لها بقى يتحكموا في الاسماعيلي ان هو برضو ما يعلاش، هيعلى وبرضو يخش بقى ينافس اهلي وزمالك تاني او كده. لا، مش اوقف الاستثمار في الاسماعيلي، ما تجيبش اللعيبه ما تجيبش لعيبه جامده السنه دي، ما تجددش للعيبه دي، ما تجيبش اللعيبه دي. بيتحكموا فيها، والشركه طبعا مصريه هترضخ لوزاره الشباب يعني. وهو طبعا ايه، عايزين يخلوه يستثمروا في النادي وهو في الدرجه الثانيه. يعني برضو عايزين بيساوموا الاسماعيلي. طب نسدد ديونكم بشركه استثمار مصريه وترعاكوا وانتوا في الدرجه الثانيه، وان شاء الله بمجهودكم بقى ومع اللعيبه اللي هتجيبها لكم شركه الاستثمار دي، او الشركه اللي هي هترعاكوا، تطلعوا للممتاز تاني بمجهودكم يعني. شركه تانية ترعى الاسماعيلي، شركه مصريه ترعى الاسماعيلي. فده طبعا ضحك على الدقون. ها، لان لو جه حد خليجي مش هيخضع للدوله. انا عايز اكسب، عايز انجح، عايز. هيرمي بكلام وزاره الشباب عرض الحائط لما يقولوا له ما تجيبش اللعيبه دي، انتوا مالكم؟ ما تجددش للعيبه دي، مالكوش دعوه. هم عايزين شركه مصريه تحت جناحهم، هم اللي يرعوا النادي الاسماعيلي ويستثمروا في النادي الاسماعيلي، عشان برضو يبقى هم مسيطرين على مقدرات النادي الاسماعيلي ومسيطرين عليه، ويعرفوا امتى يوقفوه عند حده انه ما يعلاش، ويخلوه في حته معينه كده زي ما هم عايزين، عشان برضو تسييس الكوره وتبقى اهلي وزمالك فقط. الدوله عايزه مصر كلها تشجع اهلي وزمالك فقط، علشان
تبقى سياسه ويمسكوا العصايه من النص ويتحكموا بقى في الجماهيريه، يدوا شويه للدوري للاهلي 3 4 5 سنين 6 سنين وسنتين للزمالك، فالدنيا تهدى وتهدى هنا وتهدى هنا كده يعني، وتبقى سياسه مش رياضه. ان شاء الله المخطط ده يبطل، والفيفا والمحكمه الرياضيه توقف في نشاط الكروي في مصر عشان كل واحد يعرف حدوده. وربنا كبير على فكره، الموضوع ده مش بعيد عن ربنا، ربنا اكبر من الكل. والمخطط ده لازم الناس تفطن ليه، ان هو حته شركه مصريه ترعى الاسماعيلي، ده بلح. هيقفلوا الحنفيه زي ما هم عايزين ويفتحوها وقت ما هم عايزين. احنا عايزين مستثمر خليجي او شركه استثمار خليجيه، مش شركه مصريه هي اللي ترعى الاسماعيلي، عشان يبقى الاسماعيلي فيه استقلاليه ويملك قراره، والمستثمر يملك قراره، مبقاش خاضع لوزاره الشباب في الحاجات اللي هي ايه، خارجه عن اطر القوانين. ما تجيبش اللعيبه دي، ما تجددش لدي، ما تشتريش اللعيبه دي، لا، مش هيخضع للكلام ده. فلازم المسؤولين عن النادي الاسماعيلي يفطنوا للكلام ده. احنا عايزين شركه استثمار خليجيه او مستثمر خليجي، مش شركه استثمار مصريه تبقى تحت جناح وزاره الشباب. ربنا يصلح الحال، وربنا كبير، وربنا على الظالم، وان شاء الله ربنا هينصرنا وهينصر الاسماعيلي على الفسده اللي مسؤولين عن الكره الرياضيه في مصر، عن المسؤولين عن كره القدم المصريه الفاسده في مصر. شكرا، سلام عليكم.